آخر أخبار شبيبة القبائل اليوم تحمل تطورات جديدة قد تغير الكثير داخل بيت الجيسكا قبل انطلاق المنافسة الرسمية. بعد قضية غايا مرباح، اسم جديد بدأ يثير التساؤلات بين أنصار الكناري. هل يكون مداني اللاعب التالي الذي يقترب من باب الرحيل؟ وفي نفس الوقت آخر ظهور لشبيبة القبائل كشف عن صورة فيها وجهان، من جهة تألق سضاحين وبوعمامة ومنح الأنصار بعض الأمل، ومن جهة أخرى ظهرت نقائص واضحة في عدة خطوط خصوصا وسط الميدان والهجوم. الفوز تحقق، لكن هل النتيجة كافية لإخفاء المشاكل؟ وهل الإدارة والطاقم الفني سيكتفيان بالمجموعة الحالية؟ أم أن ميركاتو شبيبة القبائل قد يحمل قرارات جديدة في الساعات والأيام القادمة؟ في بعض الأحيان التفاصيل التي تحدث داخل أرضية الميدان تكون أكثر أهمية من النتيجة نفسها، وبالضبط هذا ما جعل أنصار شبيبة القبائل ينقسمون في آرائهم خلال الأيام الأخيرة. هناك من يرى أن الفريق يسير في الطريق الصحيح وأن التحضيرات تتقدم بشكل إيجابي، لكن هناك أيضا من يرى أن بعض النقائص ما زالت واضحة وأن الوقت يمر بسرعة قبل الدخول في أجواء المنافسة الرسمية. وسط هذه الصورة ظهر لاعبان نجح في إرسال رسالة قوية لجميع أنصار شبيبة القبائل. اللاعب صداحين وبوعمامة كان جانبان إيجابيان، اللاعبان قدم مردود لافت ونجح في جذب انتباه المتابعين، والأهم من ذلك أنهما أظهر الرغبة والطاقة والقدرة على تقديم الإضافة. من جهة أخرى وسط ميدان شبيبة القبائل هو مصدر القلق لدى أنصار الجيسكا، كلما حاول الفريق بناء هجمة كان هناك شيء ناقص. وسط الميدان لم يعطي بعد ذلك الشعور بأن الفريق قادر على التحكم في نسق المباراة، والأكثر إثارة أن هذه النقطة جاءت في وقت كان الجميع ينتظر فيه أن يكون هذا الخط من أقوى أسلحة شبيبة القبائل. فهل يحتاج اللاعبون وقت كثير من أجل الانسجام، أم أن المدرب ما زال يبحث عن التركيبة المناسبة؟ منذ قضية الحارس غايا مرباح بدأ أن الأمور داخل بيت شبيبة القبائل ليست ثابتة كما يعتقد البعض. الآن اسم آخر بدأ يتردد بين الأنصار، مدني. هل يفتح باب الرحيل مرة أخرى، أم أن مداني سيبقى ويقاتل من أجل مكانه داخل المجموعة؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الحقيقة. في ظل هذا التوتر حاول رئيس شبيبة القبائل عادل بودجة طمأنينة الأنصار، وهذا أمر مهم في هذه المرحلة، لكن جمهور شبيبة القبائل يريد شيئا واحد، فريقا جاهزا للمنافسة. كان هذا كل جديد أخبار شبيبة القبائل اليوم. الشبيبة خرجت في هذه الفترة ببعض الإشارات الإيجابية، لكن وسط الميدان والهجوم لم يقدم بعد الإجابة التي ينتظرها أنصار الجيسكا. ميركاتو شبيبة القبائل لم ينتهي بعد، والقصة ربما ما زالت في بدايتها. هل يجب التعاقد مع لاعبين جدد أو الاحتفاظ بالمجموعة الحالية؟ ماذا سيفعل المدرب كريم بالحسين؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم آخر أخبار شبيبة القبائل.